وفي دفاتري قصيدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة، وفي ظلال أعيني كشمعة جديدة. ما زلت مثل وردة الربيع يا وحيدة. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. ما زال الحديث متواصلا مع شيخنا الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح في سيرته العطرة، واستمرارا لهذه السيرة العطرة نواصل الحديث. أهلا وسهلا بكم أستاذ الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الشيخ برهان، وعبر قناة سلام أرحب بالإخوة المتابعين للقائنا هذا. الحقيقة كنت أظن أن هذا اللقاء لا يتابعه إلا النخب فقط، ولكن اتضح لي أن الناس مستمتعة ويتصلون من عدة جهات ويتابعون هذه السيرة العطرة، وخصوصا هذا التاريخ الإريتري. كثير من الشباب الجيل القادم والجيل الذي كان يعني قبل عقد أو عقدين يعني لا يعلم عن هذه الأمور. هذه السيرة حقيقة مهمة وأعتبرها أمانة نقدمها لشعبنا الإريتري. وقفنا عند حركة الجهاد الإسلامي الإريتري لما قام الإخوة بالخطوة، ثم حصل الانفصال، ثم بعد ذلك حصل أيضا تغيير في الأسماء، فبدل حركة الجهاد الإسلامي الإريتري تم تعديل الاسم إلى حركة الإصلاح. وهنا حركة الإصلاح أيضا استمرت في عملها الدعوي والعسكري، وحصل أيضا هناك بعض المستجدات. وقفنا هنا فنريد أن نكمل إن شاء الله السيرة العطرة لشخصكم الكريم حول متابعة هذه الأحداث وما حصل فيها، ونقف على كل تاريخ منها إن شاء الله بما ييسر الله عز وجل. والميكروفون بين يديكم. ونعم، جزاك الله خير الشيخ برهان. نحن بدأنا وانتهينا إلى حركة الإصلاح الإسلامي. حركة الإصلاح الإسلامي كانت تحولا من اسم حركة الجهاد الإسلامي إلى حركة الإصلاح الإسلامي. لماذا يعني حصل هذا التحول؟ ليس حصل هذا التحول. لماذا يعني قبل عقدين تقريبا كان هناك حرج من ذكر كلمة جهاد؟ نعم، جهاد. اليوم مع حركة حماس في غزة بدأ اسم الجهاد يظهر مرة أخرى. نعم، والحمد لله. حتى ما يسمى بأنه إرهاب. نعم. أن الجهاد إرهاب. بدأت هذه الأكذوبة تزول الحمد لله، وعادت المياه إلى مجاريها. ما الذي جعل الإخوة؟ طبعا نحن إذا أخذنا المصطلح من حيث هو مصطلح، فهو مصطلح شرعي، وقد نص عليه الكتاب. أي مصطلح تقصد؟ جهاد. الجهاد، نعم. مصطلح شرعي. نعم. وهذا المصطلح الشرعي، اليسار لهم مصطلحاتهم الخاصة بهم. فهم لا يسمون جهاد، يسمون نضال، هروبا من مصطلح الجهاد الشرعي. أيوة، نعم. لأنهم يقولون الجهاد هو قتال من أجل نصرة لمبدأ ديني، وهم لا علاقة لهم بالدين ومبادئه
وإنما بأفكار يحملونها خاصة، فيسمون عملهم العسكري نضال ثوري، ولذا عندما يتكنون يقولون أبو نضال. ثم الإسلاميون جاءوا بشكل عام في العالم وغيروا مصطلح النضال، وخصوا نفسهم باسم الجهاد إحياء لهذا المصطلح الإسلامي، وحتى الكنى جاءت بهذا الاسم أبو جهاد. جميل. وكان أحد قيادات فلسطين الذين استشهدوا في تونس اسمه أبو جهاد. وكانوا أيضا من منطلقاتهم الفكرية كانوا يتلقبون فيما بينهم بالرفيق. والرفيق هو الذي يرافقك في الدرب، هروبا من أن يقولوا الأخ، لأن الأخ مصطلح إسلامي أيضا يعني. فجاء المسلمون والإسلاميون فعبروا بمصطلح الأخ. ضمن هذه السياقات من المصطلحات والحراك السياسي والقتال العسكري ظهرت حركة الجهاد الإسلامي الإريتري. جميل. ودائما الإريتريون يتأثرون بالخارج بلا شك. هم لا يبدعون عند أنفسهم، يأخذون من الخارج. جميل. فمثلا الرابطة الإسلامية، حزب الرابطة الإسلامية، أخذوه من حزب الرابطة الإسلامية بباكستان، محمد علي جناح. فسموا نفسهم حزب الرابطة الإسلامية، وهو حزب أسسه محمد علي جناح باكستان في الهند يوم كانت الهند تحت الاستعمار البريطاني، من أجل تأسيس دولة باكستان. أيضا اسم جبهة تحرير إريتريا أخذوه من الجزائر. يا سلام. جبهة تحرير الجزائر. فحتى التخطيط العسكري القتالي في تقسيم المناطق، قسمت إريتريا إلى مناطق إدارية، أخذوه من التجربة الجزائرية. الإسلاميين نفسهم لما جاءوا في إريتريا تأثروا بالجهاد الأفغاني، فسموا حركة الجهاد الإسلامي الإريتري، وأيضا بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. طيب لو عدنا إلى أصولها الشرعي، لتكن كلمة الله هي العليا، لتكن أيوة فهم الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل. لو رجعنا لأصلها فهو مصطلح شرعي القصد منه إعلاء كلمة الله. نعم، إعلاء كلمة الله، يعني هذا هو القصد منه. القوى المعادية لما ترجموا هذا الاسم، الأوروبيين لما ترجموه في أدبياتهم وفي كتبهم، ما ترجموه بأنه إعلاء كلمة الله، أو ما سموه الحرب المقدسة. ولماذا خرجوا عن النص؟ لا، يريدون أن لا يعطوه هذا الاسم يجعل منه موصولا بالله. نعم. فسموه الحرب المقدسة. لما حركات الإسلام قامت من الأربعينيات قامت، لو سموها حركة جهاد إسلامي أعطوها الشرعية، وأن الشعوب ستلتف حولها وستناصرها وتؤيدها. فعادة الاستعمار دائما أن يسميك بما يسيء إليك. جميل، لا نريد أن نطيل في هذا حتى لا يفوتنا التاريخ. إذن كانت حركة الإصلاح، وحركة الإصلاح استمرت في عملها. هل حصل هناك خلاف أو استمرت كما هي؟ حركة الإصلاح حقيقة بعد الخطوة التي قامت بها
حركة طبعا الجهاد بقيادة أبو سهيل. ما يبقى أبو سهيل. قلنا في الحلقات السابقة حصل إنجاز جيد يعني من الناحية العسكرية وتقدم جيد، لكنه أيضا أصابها بعض عوامل الضعف والخلاف، فحصل خلاف في داخلها. الله المستعان. وهذا الخلاف الداخلي أدى إلى خروج ومفارقة الأخ حسن سلمان لحركة الإصلاح، اختلف معهم وترك الحركة. اي نعم مع الأسف. آية. اي. وجرت محاولات للإصلاح بينهم وحل الخلافات، ولكن ما أفلحت. وكان الشيخ حسن سلمان قيادي بارز. نعم، هو حسن سلمان كان الواجهة، لأنه حسن سلمان منصبه القيادي كان بعد الشيخ أبي سهيل، يعني الرجل الثاني تقريبا أو الثالث أو الثالث في الحركة. يعني المهم موقعه القيادي موقع متقدم جدا يعني. جميل. فحصل خلاف في داخل الحركة لم يستطيعوا أن يحلوه. ما طبيعة هذا الخلاف لا أدري، هم يعرفونه بالدقة لماذا حدث هذا الخلاف، إلا أن المهم عندنا أنهم لم يستطيعون تجاوزه، لم يستطيعون حله. جميل. ف فخرج الشيخ حسن سلمان. سحب حسن سلمان سحب. ومعه مجموعات أخرى، منهم في الذي أذكرهم أخونا رمضان محمد نور وآخرون. هذان الشخصان هما اللذان أعرفهما بشكليهما واسميهما. جميل. رمضان محمد نور، وكونوا المؤتمر الإسلامي. جميل. طبعا عقد المؤتمر الإسلامي مؤتمره واختار قيادته. هل مباشرة بعد الخروج من حركة الإصلاح كونوا هذا المؤتمر؟ أعتقد نعم. مباشرة. نعم مباشرة. أيوة، لم يطل يعني. يعني خرجوا وعقدوا مؤتمرهم وأعلنوا عن تنظيم جديد هو المؤتمر الإسلامي. وهذا المؤتمر بعد ذلك انضم إلى التحالف الوطني الديمقراطي. لا، قبل ذلك أظن عملوا اتحاد بين المجلس الإسلامي للدعوة والإصلاح. لا، هذا الذي كان يرأسه لا الشيخ أبو ياسين. لا، هم بعد ما حصل المؤتمر، بعد ما عملوا المؤتمر وأعلنوا عن تنظيمهم، التحقوا بالتحالف الوطني الإريتري المظلة الجامعة لجميع قوى المعارضة. وثم جرى بينهم وبين المجلس الإسلامي للدعوة والإصلاح حوار من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة توحد بينهم. حدثنا عن المجلس الإسلامي للدعوة والإصلاح حتى يكون المشاهد على علم ومتابع. أيوة، احنا ذكرنا في الحلقات المجلس الإسلامي للدعوة والإصلاح أبرز شخصية فيه أنا أعرفها هو الشيخ إبراهيم مالك أبو ياسين. الله يذكره بالخير. نعم. ونحييه من هذا تحياتنا شيخنا الشيخ أبو ياسين المقام. سلام عليكم. أيوة، هو أبرز من أعرفهم أنا. والمجلس الإسلامي للدعوة والإصلاح أعلن عن نفسه كتنظيم مستقل وله مآخذه على الإصلاح وأسباب خلاف. أيضا أسباب الخلاف هذه ما هي بالضبط لا أعرفها. المهم أيضا هو خرج من حركة الإصلاح. أيوة. وحسن سلمان خرج بالمؤتمر الإسلامي أيضا من حركة الإصلاح. أيوة. لكن الذي أنا أعرفه أن المؤتمر الإسلامي والمجلس الإسلامي عملا على اتحاد فيما بينهم. أيوة، حصل هذا فعلا، ولكن حصل بعدما
المؤتمر الإسلامي عمل مؤتمره وأعلن عن نفسه تنظيما مستقلا، وأصبحت له عضوية في الحزب الوطني في التحالف الوطني الديمقراطي الإريتري. بعد كده فتح قنوات حوار واتصال مع المجلس الإسلامي للدعوة والإصلاح بينهم. طيب حدثنا عن التحالف الوطني الإريتري، لأن كثرة الأسماء يعني ربما تجعل في ذهول وغفلة للمشاهد. ذكرت في أثناء حديثك التحالف الوطني الإريتري، ما هو؟ التحالف الوطني الإريتري هو يجمع كل قوى المعارضة الإريترية التي تؤمن بمبادئه، الاتجاهات الإسلامية وغير الإسلامية. جميل. يجمعها. وكان هنالك هو تأسس في الخرطوم الآن السنة بالضبط، أنا مشكلتي هذه هي الأرقام لا أحفظها. جميل. ولقي مساندة مما يعرف بحلف صنعاء. حلف صنعاء يضم إثيوبيا والسودان، وقتها كان الإنقاذ عمر البشير، واليمن، أبرز الدول هذه يعني وكان وقتها علي عبد الله صالح. هؤلاء ما هي الدول؟ اليمن اليمن وإثيوبيا والسودان. السودان كان عمر البشير. جميل. اليمن كان علي عبد الله صالح. وإثيوبيا كان ملا زيناوي. ملا زيناوي. هؤلاء الثلاثة كان لهم خلاف سياسي مع إريتريا. جميل. فساندوا التحالف الوطني، فأرادوا أن يضغطوا عليها، وأن ضمن صراعات الدول فيما بينها هذه وسائلها. اسمه التحالف الوطني الإريتري ولا المجلس الوطني الإريتري؟ لا التحالف الوطني الإريتري. التحالف الديمقراطي الإريتري أولا، ثم تحول بعد ذلك إلى التحالف الوطني الإريتري. جميل. خلينا في آخر شيء وقفوا عليه. كم كان حزبا يضم هذا؟ يعني عدد كبير، يعني أنا لا يستهزئ فيها أحزاب مختلفة. 35 حزبا أعتقد. ما أذكر الرقم بالضبط، لكن لا يقل عن هذا تقريبا يعني. جميل. لكن يبدو لي هل فيه مثلا أحزاب متفقة على كافة بنوده دون خلاف؟ أعتقد عددهم 15 حزبا أو أيوة. الآن انسحبت منه بعض الأحزاب أيضا. وبعض الأحزاب، بعض الأحزاب هو أبعدها، وبعض الأحزاب هي انسحبت منه، ولا يزال موجود. ولا يزال موجود. طبعا هو كان مقره في إثيوبيا، ثم حصل خلاف. وقتها إثيوبيا كان يحكمها التجارو، وكان عندهم مشكلة مع إريتريا طبعا، فكانوا يدعمون، ولكنهم أيضا كانت لهم سياسات تخدم أهدافهم ومقاصدهم، فجعلوا من هذه المجموعات لا ليست حية فتتحرك ولا ميتة فتدفن. إلى أن حدثت تطورات في إثيوبيا، وحصل خلاف بين التحالف الديمقراطي الإريتري وبين القيادة الإثيوبية، وقرروا الانسحاب من إثيوبيا، لأنهم قالوا أن إثيوبيا تتدخل في شؤوننا الخاصة وتريد أن توجهنا كما تهوى ووفق مخطط لها، ونحن نرفض هذا، فلا بد أن ننسحب. فانسحبوا من إثيوبيا وعملوا مؤتمرا في ستوكهولم في السويد. جميل. وخرج منه هذا المؤتمر، خرج منه التحالف الوطني الديمقراطي الإريتري، التحالف الوطني الإريتري يعني. التحالف الوطني الإريتري بقيادة أخونا نقاش. أيوه. نقاش لا يزال هو رئيسا. أنا أولا نحيي من هذا المكان. أيوه. السلام عليكم حبيبنا أستاذنا أستاذ نقاش. نعم. أرجو أن تكون بخير. نعم. هو ما زال. عملوا مؤتمرهم الأخير أو ما زال؟
المؤتمر التأسيسي عملوه وما عملوا، لكن كان يتكلمون عن مؤتمر آخر بعده. ما عندي معلومة. ما عندي معلومة، يبدو أنهم إذا لم يقبل. أظن حتى الآن ما عملوا مؤتمر أظن. جميل. لا يزال رئيسهم هو الأخ نقاش ومستمرون على أهدافهم. آه. وتحتهم هذه التنظيمات الإسلامية التي هي المؤتمر الإسلامي والمجلس. لا، المؤتمر الإسلامي طبعا غير اسمه. ال ال مش المؤتمر الإسلامي، الحزب الإسلامي للعدالة والتنمية. غير الاسم. غير اسمه إلى الحزب الوطني الديمقراطي الإريتري. شوف أنت الأسماء يعني كلها تشابكت علينا يعني. صحيح. الحزب الوطني الديمقراطي الإريتري ملقب بحادي. بعض الناس يقرؤونها حادي، لا ليس صحيح حادي. نعم. وإنما حادي. طيب أيا كان، هذه كلها منضمة تحت هذا التحالف الوطني الإريتري، ولا يزال موجود في ستوكهولم ويعني مستمر في عمله، لكن يبدو لي أنه يحتاج أن ينشط بشكل. أيوة، هو المعارضة بشكل عام فاعليتها ليست بتلك الدرجة المهددة للنظام. ما هو السبب دكتور جلال؟ لماذا المعارضة ضعيفة؟ أسباب كثيرة، من أهمها في نظري عدم وجود حليف قوي، لأنه أنت لا تستطيع أن تناضل بمعزل عن حلفاء، عن عدم وجود حليف قوي يقف وراءهم ويتبنى وجهة نظرهم ويساندهم. وهذا أيضا لا يمكن أن يكون، يعني كيف يمكن أن تجد حليف قوي ما لم تكن أنت في ذاتك قويا؟ فالقوة لا يصنعها فيك الآخرون، أنت الذي تصنعها. فإذا رأى الآخرون أنك رقما مهما تحالفوا معك. هل ممكن نضرب مثال بحماس؟ في الثمانينات بدأت بالمناورات، ثم تقدم فسارت الانتفاضة بالحجارة. نعم. ثم الآن أصبحوا يصنعون الصواريخ. فهي تطور، وهذه مسيرة المقاومة. الناس يتصورون أن المقاومة من أول يوم تولد فيه يجب أن تولد قوية، وهذا يخالف سنن الله في الكون يعني. نعم. فالله خلق الإنسان في حالة ضعف، ثم من بعد ضعف قوة. جميل دكتور جلال. من أبرز الأسباب ضعف المعارضة قلت عدم وجود حليف، وأيضا هذا أدى لكون، وهذا كان بسبب عدم قوتها هي بنفسها. أيوة. لا نريد أن نخوض في هذا، لأن هذا يحتاج إلى حلقة مستقلة حقيقة. نعم. أيوة. لماذا يعني الشعب الإريتري أين هو من هذه المعارضة؟ لماذا لا يدعم؟ ما هو موقف الشباب؟ يعني ما هي أسباب عدم يعني التحاق الشباب بهؤلاء؟ وأين دور الشباب أصلا في مثل هذه الأمور؟ كل هذا يحتاج إلى حلقة مستقلة. أيوة. نتكلم عن سيرتكم العطرة. نعم. أنتم كنتم تعيشون هذا الجو من الخلافات ومن التطورات ومن تغيير الأسماء وما إلى ذلك. كان هذا تقريبا في حدود من التسعينات إلى عام 2000 و2005 تقريبا. أيوة. وإلى هذه اللحظة الناس يتحاورون فيما بينهم، يجلسون يختلفون يتفقون. الإسلاميين يعني هم في تحولات مستمرة يعني. جميل. أيوة. الآن تستطيع أن تقول الساحة الإسلامية يعني فضلت على من يحمل اسم الإسلام كعنوان له. الحزب الإسلامي للعدالة والتنمية حدث فيه تطور كبير جدا يعني، فهو تحول إلى حزب سياسي كما يقولون غير أيديولوجي، لا يحمل عقيدة بعينها يعني، يضم كل أيوة. فلا تستطيع أن وهذه مسألة محيرة، هل تستطيع أن تصنفه ضمن حركات الإسلام السياسي؟
ما تقول فيه. أيوة. فأنا لا ينطبق عليه تعريف حركات الإسلام السياسي، وهو نفسه أيضا لا يقول أنني أنتمي إلى حركات الإسلام السياسي، هو يقول أنا لا أحمل أيديولوجية بعينها، وأنا حزب متاح للجميع. ولعلك تستضيف يوم ما أخونا محي الدين. ايه هو موجود هنا ان شاء الله، ونحييه من هذا المنبر ايضا. أيوة، هو ونحيي ايضا يوضح حرمه اكثر الشريف. يعني لهذا التحول. ان شاء الله استضيف. فكانت قضية نستطيع أن نقول الآن حركات الإسلام السياسي في إريتريا تلخصت في الإصلاح والمؤتمر الإسلامي. هذول هم الآن الإسلام السياسي، حركات الإسلام الذين يحملون اسم الإسلام ويتخذون من هذا الاسم عنوانا لهم. جميل جميل. بقية الحركات هي حركات ذات وجهة علمانية. المؤتمر الإسلامي بقيادة الآن نظن أبو حازم عبد الله، صح؟ لا أيوة، أنا أبو حازم الأخ عبد الله. أيوة. وحركة الإصلاح بقيادة أخونا شيخنا الدكتور أبو الحارث. نعم. جميل. هذا تاريخ يجب أن فتلخصت في هذين الإريتريون، في هذين الاتجاهين. هذين الاتجاهين في أصلهما يعودان إلى المدرسة السلفية. في أصلهما جميل، ذات جذور أنصار سنية، يعني حتى السلفية ما كثيرة يعني، ليست جهة بعينها، فهم جذور تربيتهم صحيح أنصار السنة. وأنصار السنة أصلا جمعية دعوية لا تؤمن بالعمل السياسي. جميل. فهم خرجوا عنها فأصبحوا إخوانيين في هذا. طيب دكتور الغالي، لشخصكم الكريم، هل أسستم نشاطا دعويا تربويا أو سياسيا؟ لا، أنا لما رجعت أنت كنت تتابع هذا العمل ولست عضوا فيه؟ لا لست عضوا فيه، لكن كنت تتابع. لكن أتابع باعتباري أني جزء من الحركة الإسلامية. جميل. أنا أعتبر نفسي جزء من الحركة الإسلامية. جميل. وذو وجهة إسلامية، ومشروعي مشروع إسلامي، وأعتقد أن مشروعي الإسلامي يسعى الجميع. جميل. لأن الإسلام يسعى الجميع. جميل. ويعطي لأهل الكتاب النصارى وغيرهم حقوقهم. وأنا لا أطالب بأن إريتريا أن تكون دولة إسلامية، ولكني أطالب أن تكون دولة تحترم الشريعة الإسلامية. يا سلام. وتحترم العقيدة الإسلامية كما تحترم العقيدة المسيحية والشريعة المسيحية. يا سلام. ونؤمن بالتعايش السلمي في داخل إريتريا المستقرة الآمنة. وأراها أن إريتريا دار تمكين دعوي وليس تمكين سياسي. التمكين الدعوي هي دار التمكين الدعوي، يعني الناس ينطلقون فيها بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويتجادلون مع أهل الكتاب بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. هذه قضية سنناقشها إن شاء الله في حلقة مستقلة. أيوة. دكتور جلال، لأن هناك لبس. كثير من الناس يظن أن لو حكم الإسلاميون إريتريا فسوف يقومون بضرب أيوة، هذا التصور. أيوة، هذا التصور الخاطئ المكذوب. أيوة، الذي أصلا يخالف الشريعة الإسلامية. أيوة، هذا سنتكلم كيف انتشر هذا الأمر. أيوة، ومن وراءه. لعل هذا نتصور فيه في حلقة مستقلة. حلقة مستقلة. ولكن هذه خلاصة جميلة جدا. أيوة، أريد أن أقول أنا شخصيا الدكتور جلال الدين محمد صالح ذو انتماء إلى مشروع إسلامي، جزء من الحركة الإسلامية الإريترية. يا سلام. وهذه الحركة الإسلامية الإريترية تباينت وجهات نظرها، فأنا تابعت هذه الأحداث
من منطلق أنني جزء منها فكريا وإن لم أكن جزء منها تنظيميا. جميل. ويهمني أن تتحد ويقلقني أن تختلف. جميل. وأن تتقارب، كل ذلك يهمني. من هذه الزاوية تابعت هذه الأحداث، بل ونصحت واتصلت وقلت عندما حصل الخلاف ما بين أخونا حسن سلمان والإصلاح، أنا كنت بتصل بالأطراف كلها وأقول لهم يا جماعة لا ينبغي أن تختلفوا وتصلوا إلى حالة من الانقسام. يا سلام. واقترحت على الأخ حسن أن بدل ما يبني تنظيما جديدا أن يبني مركز دراسات ويقيم التجربة الإسلامية، ولكن طبعا لهم اجتهاداتهم واجتهاداتهم محترمة ومقدرة يعني. يا سلام، كلام جميل. وهم زملاء العمل. كلام جميل. فلما أنا استقر بي الترحال في لندن، جمعت بعض الشباب اللي كانوا جزء من حركة الجهاد الإسلامي الإثري زمان، وبعد الانقسام تشعبت بهم الطرق واختلفوا يعني كل، وبعضهم وقع في حيرة. نعم. فطلبت منهم أن يكون لنا لقاء أسبوعي كل يوم الأحد في الويك إند، ونجلس ونتدارس لماذا حدث هذا الانقسام، ما هو المشكلة في الحركة الإسلامية الإريترية. ووصلنا إلى فكونا شيء اسمه المنتدى الثقافي الإريتري. والمنتدى الثقافي الإريتري كنا نجلس أسبوعيا في بيت أحد الأخوة ونتحاور حول هذه القضية. وفي النهاية أنا خرجت من هذه الحوارات بكتاب كتبته. أيوة. وطبعته سنة 2002. أيه. اسمه الحركة الإسلامية الإريترية والعمل السياسي. وهو كتاب مطبوع يعني ووزعته. ووصلنا إلى قناعة مشتركة بأن الخلاف والمشكلة في إريتريا هو ليس خلاف ديني بالدرجة الأولى والأساسية، والدين يتخذ فيه وسيلة إلى تحقيق أهداف أخرى، وإنما هو خلاف سلطوي. السلطة، الناس يتخاصمون فيما بينهم من أجل السلطة، وما لم تحل إشكالية السلطة وتوزيع الثروة بين الإريتريين بنظام عادل يساوي بين الجميع، ستعيش إريتريا حالة من عدم الاستقرار. وقلنا السبيل الأفضل لتوزيع السلطة والثروة هو الحل الفيدرالي. طيب، هنا أخونا أبو عبد الهادي يسأل يقول: في وجهة نظركم دكتور جلال، هل هذه الخلافات تستحق أن يتفرق الصف الإريتري كما هو عليه الآن؟ ولمصلحة من هذا التفرق والتشرذم؟ أي نعم. ويقول أيضا: الكعكة صغيرة والفرقاء كثر، وماذا أنتجت هذه الفصائل؟ أنا أتفق معه تماما أن هذه الانقسامات لا ينبغي أن تحدث، وهي تعبر عن عجز إداري في حل المشكلات. وأي مؤسسة تعجز إداريا عن حل مشكلاتها الداخلية تنهار. حتى الشركات ومنظمات العمل، بل حتى الأسر. أيوة، حتى الأسر، الزوج والزوجة إذا لم يتفقا، مش قد لم يتفقا، لابد أن يكون خلاف بين الزوج والزوجة، لابد أن يكون خلاف بين المدير ومداريه، لابد أن يكون خلاف. فالمشكلة ليس في الخلاف، في إدارة الخلاف. في إدارة الخلاف. يا سلام. الإسلاميون عندهم عجز في إدارة الخلاف، ويجعلون من الجزئيات أساسيات، ومن شيء لا ينبغي أن يؤدي إلى الانقسام يجعلونه يؤدي إلى الانقسام. فهو يعني مشكلة، هي مشكلة، في حين أن القرآن يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا. هم يقرؤون هذا
ولا تفرقوا. هم يقرؤون هذا. من الأشياء المشكلة اللي كانت مثلا، من الأشياء المشكلة اللي كانت مسألة المنهج، مصطلح المنهج. يقولون على المنهج. الآن في الواقع العملي تفسير المنهج يختلف. كيف؟ هل المقصود بالمنهج أن نكون على رؤية واحدة في كل مسائل، مثلا في الأسماء والصفات، في الأشياء يعني، أم لا بأس أن يكون بيننا أشعري، لا بأس أن يكون بيننا معتزلي، لا بأس. فناس يفهمون المنهج بمعنى أنه كل جزئية تكون على ما كان عليه السلف. في ناس آخرين قد يكون لهم اجتهاد. مثلا أعطيك مثلا، نحن تحالفنا في حركة الجهاد في بداية وقتها أنا كنت طالب في الدكتوراه. حصل تحالف الحركة مع التنظيمات العلمانية، مع تنظيم الموحد، جبهة التحرير إريتريا، مع التنظيمات التي كانت ذاك. هنا حدثت مشكلة كبيرة. قالوا لا يجوز التحالف مع العلمانيين، هذا مخالف للمنهج. وأذكر أنه الطلاب اللي كانوا في المدينة اللي هم عضوية الحركة عملوا احتجاج كبير، وقالوا الولاء والبراء وإلى غير ذلك، ولم يدرسوا المسألة مدرسة فقهية، دراسة فقهية تأصيلية يعني، فاعتبروها مخالفة للمنهج، حتى أن أحدهم قال هذه ردة ولا أبا بكر لها. أعوذ بالله. يعني أي واحد من الطلاب قال هذه ردة ولا أبا بكر لها. أعوذ بالله. هذه مشكلة. فتأتي قضية المنهج. ثانيا تأتي قضية على فهم السلف الصالح، هذه أيضا تجي مشكلة. كلمة على فهم مفهوم السلف الصالح، منهم من يفهمها أن فهم السلف الصالح معناه ما عملوه في عصرهم ينبغي أن نعمله في عصرنا. طيب هذا كلام صحيح؟ لا، هذه على كل حال نناقش فيها بعدين. انت لا تدخل. انا قاعد احكي لك الواقع، لكن انا عندي موقف من هذه القضيه. أضحك الله وزنك. امين، جزاك الله. فهذه تجيب مشكله، تجيب مشاكل. مثلا قضيه التصوير، نعم، واحد يرى فيها مخالفة للمنهج. نعم، التصوير إذن هنالك كانت مشكلة مفاهيم. التصوير والغناء طبعا إذا كان بغير، إذا لم يدعو إلى فجور ومن غير موسيقى فكان محل اتفاق. يعني النشيد أن يعطى من دون موسيقى لم يكن محل خلاف. الخلاف كان إذا صحبته الموسيقى، فكان هنالك يرون أن الإتيان بالموسيقى حرام وهو منهج السلف، بينما ليس هو منهج السلف، ليس كل السلف كانوا هكذا. نحن لا نقول هذا لأنه الآن المملكة العربية السعودية يعني أجازت الموسيقى، لا، هذا مذهب لنا قديم. يعني كنا يعني وصلت إلى هذه القناعة أنا بعد فترة، يعني من خلال قراءة وكذا. ليس كل السلف من هذا النوع، لكن هذه كانت تجيب مشكلة. المرأة تقوم في عضوية مجلس الشورى أو لا تقوم في مجلس الشورى،
تجي مشكلة. ولهذا لا ترى في الحركات الإسلامية الإريترية المرأة موجودة في مجلس الشورى، ما موجودة. فالجهاد إلى متى؟ إلى قيام الساعة. يقول واحد إلى أن تقوم الدولة الإسلامية في إريتريا. هذا كلام سلم. أيوة، هذه مشكلة. الخيل معقود. لا أقول هذا الكلام العام يترك شو إبراهيم. أنا قد أقول لك في هذا القطر الإريتري إلى متى الجهاد فيه؟ هل هو جهاد دفع بمجرد أن ندفع عنا الظلم يتوقف، أم هو جهاد فتح نمضي إلى ما لا نهاية؟ هذه مشكلة. أن بعض كان يقول الجهاد في إريتريا حتى قيام الدولة الإسلامية، وكنت أقول لهم يعني إذا مشكلتكم ليست مع الجبهة الشعبية الإريترية، مشكلتكم مع الشعب الإريتري، لأن الشعب الإريتري ليس مسؤولا عن إقامة دولة إسلامية في إريتريا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل هذه المفاهيم نتيجة المدارس الخلفيات. مثلا حدثت مشكلة، يعني هل نجنح للسلم إذا جنحوا إليه؟ واحد من المشايخ في جدة وأنا ونتناقش مع الشيخ أبو نوال في هذه القضية، أنا أقول إن جنحوا للسلم فنجنح للسلم. فيقول لي أحد المشايخ قال لنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فلا يجوز لكم أن تجنحوا للسلم. هذه كلها لخبطة أوضاع، وليس هنالك فكر واضح. وحتى الآن في عجز في التفكير الصحيح من وجهة نظري طبعا. كل هذا خربط. أنا ما ألقيت في كسلة في الثمانينات محاضرة في جامع 16 منطقة اسمها منطقة 16 في كسلة مربع 16 أظن، وكانت بعنوان عن الوحدة الوطنية بين الاتجاه الإسلامي والعلماني في إريتريا. كنت أتكلم كيف نتعايش بسلام. قام واحد وخربط هذا المحاضرة بتصريحات غير مسؤولة من الشباب المتحمس المنتمي للمدرسة السلفية، مدرسة أنصار السنة، حتى لا أعمم السلفيين أيضا، مدرسة أنصار السنة. وخربطة في خربطة، يعني كل هذا يتجمع يتراكم. بعدين حصلت فيه اختراقات تحدثنا عنها في الحلقات السابقة. إذا الجسم تآكل في الداخل، والمشايخ هم مشايخ لم يمارسوا السياسة مع احترامي لهم وتقديري لهم، يعني عجزوا عن الحل. ولكن أنت كنت بينهم أيضا دكتور جلال. أيوة، أنا كنت في مجلس الشورى. هذا الموضوع. أيوة، أنا كنت في مجلس الشورى، وكنت أقول رأيي نهارا جهارا، ولكنني كنت أصنف ضمن العلمانيين. أيوة. معقول. واحد قام وقال جلال هذا ديمقراطي، لا نريده أن يكون في هذه اللجنة، لأنه السودانيين سنة 1991 طلبوا مننا أن نمدهم برأي نتفق عليه في مصير ومستقبل الحركة. وأنا كنت عضو مجلس الشورى، وطرحت هذه المسألة في مجلس الشورى في كسلة، وأنا حاضر في المؤتمر. فأنا قمت وقلت يا أخي الحركة تنهي العمل العسكري وتتحول إلى حزب للبناء والتعمير، ولتحفظ شبابها وقوتها المالية ولا تمضي في القتال. طبعا هذا رفض. بعدين القيادة اقترحت أن تتكون لجنة
تدرس الوضع وتقدم رؤية. وقام أحد الأخوة رحمة الله عليه توفي، ربنا يرحمه ونحسبه شهيدا ومجاهدا، توفي آمين. تقبل الله منه، ولكن هذه وجهة نظر يعني. قام قال جلال هذا الديمقراطي لا نريده أن يكون في اللجنة، لأنه كانت آراء. لكن ديمقراطي لا تعني علماني يا دكتور، وأنت أخبر مني. طبعا. هل ديمقراطي تعني علماني؟ لا بقى، ليس بالضرورة. ليس بالضرورة، ولكن أنا فهمت منها من كلامه هو إنه ليس نهجا إسلاميا. على كل حال دكتور جلال، انتهى بنا الوقت. أنت سافرت إلى لندن وعشت هناك، وكنت تقوم ببعض الاجتماعات كل يوم الأحد، وأسست عملا جديدا يسمى المنتدى الثقافي الإريتري، وكذلك أسست الحركة الفيدرالية. بعدين سنتحدث عن هذين النشاطين في الأسبوع القادم إن شاء الله. مشاهدي الأكارم، انتهى بنا الوقت. أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وباسمكم جميعا أشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور جلال الدين محمد صالح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل